هقول لكم ازاي عملت الشنطه دي ببكره خيط واحده وبرده بايدينا بس مش هنحتاج ابره. اول حاجه هنجيب الخيط، هو اسمه بافي، بيكون عباره عن دواير او حلقات. هنفتح اول حلقه علشان هنقفل بيها في الاخر. بعد كده هنبدا ندخل كل حلقه في الحلقه اللي جنبها، بيبقى شكلها شبه الضفيره كده، وعلى اساس عدد الحلقات اللي في الاول ده بنحدد عرض الشنطه، واللي انا عملتهم كانوا 10. بعد كده بنعكس الخيط ناحيه ايدينا الشمال ونبدا ندخل الحلقات في الجزء اللي تحت اللي لسه عاملينه، وكده شكلها بقى زي البطانيه لو فاكرين فيديو البطانيه. هنحط الخيط على ايدينا اليمين ونبدا ندخل كل حلقه في الحلقه اللي فوق لحد اخر الصف. بعد كده هنعكس الخيط ونحطه على ايدينا الشمال وبرده ندخل كل حلقه في الحلقه اللي فوق. كررت الخطوه دي لحد ما وصلت ل 14 صف، وكده 90% من الشنطه خلصت. قلبتها عشان ظهر الخيط ده هيبقى جوه الشنطه. بعد كده هنروح عند اخر حته وقفنا عندها في الخيط وهندخل الحلقات دي في كل اطراف الشنطه، يعني كل الاطراف هتبقى دواير. وعند الجزء اللي حاطينه فوق بعض هندخل حلقه من الاتنين، ومن تحت كمان هندخل منها حلقات. وكملت الجنب الشمال برضو لحد ما بقت الشنطه كلها اطرافها دواير. بعد كده من الجنب الشمال من فوق هنبدا ندخل كل حلقه في الحلقه اللي جنبها، ودي اول خطوه عملناها لو فاكرين، لحد ما نوصل لنفس النقطه تاني. ولما نوصل للاخر هيكون في حلقه زياده ودي هنحتاجها كمان شويه. بعد كده هقص الخيط وهسيب حته صغيره اربطها كويس واقص الزياده. اخر خطوه ايد الشنطه، نجيب الخيط تاني وندخله في الحلقه اللي قلت لكم عليها من شويه بنفس الشكل اللي عملناه في الاول على حسب الطول اللي تحبوه. ولما نوصل الناحيه التانيه نربطه كويس قوي ونقص الزياده وبس كده.